التجاهل أفضل رد فعل تجاه أشخاص لا ينفع معهم الكلام. عود نفسك على التجاهل. ليس كل ما يقال يستحق الرد. تجاهل من يحاول استفزازك لتستفزه أكثر. لا تكن ممن يدفنون رؤوسهم في الرمال كالنعام، فتجاهل أي مشكلة لا يعني أنها غير موجودة. إذا لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير وأولهم عافيتك. قال حكيم: امض كأنك لم تسمع، اصمت كأنك لم تفهم، تجاهل كأنك لم ترى، وانس كأنك لم تذكر، فبذلك ستنال حياة هادئة جميلة وتعيش مرتاحة. لكي تعيش عليك أن تتقن فن التجاهل. التجاهل انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب. أنا لا أجيد ثقافة الإساءة، لكن بالمقابل أتقن مبدأ التجاهل وبشدة. التجاهل وقت الغضب ذكاء، والتجاهل وقت المصاعب إصرار، والتجاهل وقت الإساءة تعقل، والتجاهل وقت النصيحة البناءة غرور. فانتبه متى تتجاهل. عليك بالصراحة أو التجاهل. لا أحد يعلم ما تشعر به من الداخل. من يتجاهل الإساءة ليس عاجزا عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله. التجاهل أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم حولك التفاهات. عادة ما يسبب التجاهل والإهمال أذى أكثر من الكراهية المطلقة. الإنسان الطيب يضحك، يسامح كثيرا، يتجاهل كل ما يؤلمه، ولا أحد يعلم ما بداخله. تجاهل صوت المحبطين. ركز على الحب المخبأ لك في صوت الذين يحفزونك. أحيانا يكون التجاهل درسا مفيدا لتعليم بعض البشر آداب الحديث. هناك مواقف لا يجب فيها التجاهل، لأن التجاهل حينها يكون قسوة. فالقسوة ليست في معاناة الفقير، وإنما القسوة في تجاهل معاناته. لا تجعل الآخرين يخبرونك كيف تعيش حياتك. تجاهل الكل وعيشها كما تريد أنت. هي حياتك وليست حياة الناس. لا تدقق بكل التفاصيل التي تسمعها من الآخرين، فأغلبها قد تضرك أكثر من أن تنفعك. تجاهل والزم الصمت، وحافظ على هدوئك. عود عقلك على تجاهل ما كنت دوما تشعر به نتيجة سلوك الآخرين، تصل إلى راحة البال. إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. استمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل مشكلة بجدية. هناك مشكلات يفشل التجاهل في حلها، أو يكون حينها التجاهل أكثر ضررا. وأقصر السبل إلى حل مثل هذه المشكلات هو المواجهة والوضوح. وقد تكون المواجهة قاسية لكنها أرحم من الهروب، وقد يكون الوضوح مؤلما لكنه أقل ضررا من التجاهل. عامل الناس وكأنك تتصفح كتابا، تتجاهل السخيف وتمزق السيء وتتوقف عند الأجمل. لا تتجاهل شخصا يهتم بك دائما، فإنك يوما ما ستدرك أنك خسرت الألماس وأنت مشغول بتجميع الحجارة. التجاهل إما أن يكون تجاهلا للشخص وكأنه غير موجود حتى ينتبه ويعود لرشده ويعتذر عما بدر منه. وقد قيل أن القليل من التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي، أو تجاهلا للذكريات والمواقف المؤلمة وجعلها وراء ظهورنا بأن نبدأ صفحة جديدة في حياتنا، بل وجعلها حافزا لنا للانطلاق نحو حياة وأمل مشرق. أو تجاهلا للكلمات المسيئة لنا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة عندما كان يشتمه كفار قريش وينادونه مذمما، فما كان منه إلا أنه قال: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟
يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد. احرصي دائما على القرب من ربك في كل حالاتك، سعيدة كنت أو حزينة، وأكثري من العبادات التي تكون لك رصيدا في الآخرة وحصنا في الدنيا. اعلمي أن برك لوالديك سوف يكون دينا يسدده لك أبناؤك، فأحرصي دائما على أن تعامليهم كما تحبين أن يعاملك أبناؤك. احفظي حواسك كلها مما هو منكر، عينك عن الغمز واللمز والوقوع على ما حرم، وأذنك عن الحش والهمز وسماع ما حرم، وفمك أو لسانك عن الغيبة والنميمة وقول الزور والكذب. تقبلي النصح والنقد بكل طيبة وسماحة، خاطري واعتذري إذا أخطأت، فهذا ليس عيبا، إنما العيب الاستمرار في الخطأ مع علمنا بذلك. اختاري من تجالسين، ولكن أحسني الاختيار، وابتعدي عن رفيقات السوء مهما كانت صحبتهم حلوة وممتعة. وتذكري، من ترك شيئا لله يعوضه الله بأحسن منه. تذكري أختاه أننا في هذه الدنيا عابرون، فهي دار ممر وليست بدار مقر. وعندما تذكرين ذلك وتتذكرين أننا كلنا إليه راجعون وميتون، فذلك يجعلك أكثر حرصا على تقوى الله وطاعته.